احسن نهائي في تاريخ نهائيات كاس العالم بلا نقاش. بيبدا الماتش سخن جدا، الارجنتين تضغط سريعا، دي ماريا يخش ال 18 يخطف ضربه جزاء. عشان الطبيعي السيناريو اللي كلنا كنا مستنيينه طبعا ان ميسي يخلص الدنيا. يبدا ميسي بيتقدم 1-0، نقول يا مسهل السيناريو هيبتدي من هنا. حرفيا حرفيا اللي جاي سيناريو ما كانش يخطر على بال حد وهو بيتفرج. بعديها على طول ميسي لالفاريز، يروح ماك اليستر يلعبها بالعرض زي ما احنا عارفين لدي ماريا، دي ماريا بيخلص الثاني على طول بعديها في الشوط الاول. كلنا بنقول هنا خلاص نهائي كاس العالم خلص، الارجنتين خلصت الماتش من الشوط الاول. يبدا الشوط الثاني على طول كوره سريعه 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 تضيع. فرنسا تصمم ان هي ترجع، الارجنتين بتفتح دفاعاتها، يخطفوا ضربة جزاء، ويبدأ من هنا الامل. من هنا بالظبط بدأ امل فرنسا. امبابي طبعا سيناريو وشخصية بطل، يعني اقوى شخصية في ماتش في بطولة تحت ضغط نهائي كاس العالم يظهر بالشخصية دي، يحط ضربة الجزاء وبعديها الجون الاسطوري بتاعه زي ما احنا شايفين، يرجع فرنسا من بعيد قوي قوي قوي. الفرحة باينة عليه في نهائي كاس العالم. ميسي بيقول بعدت او بتبعد بمعنى اصح. فرنسا بتكمل الضغط بتكمل الضغط، بتضيع كرة رهيبة جوه ال 18 زي ما احنا شايفين، بيشيلوها بالعافية. لوريس هجمة هنا هجمة هنا هجمة هنا، ميسي الفاريز سوري لوتارو. زي ما احنا شايفين الماتش مولع، ده نهائي كاس عالم حرفيا بمعنى الكلمه. الكره هنا بتتشط تترد، ميسي بيحطها جوه بتعدي خط الجون يا دوبك، بتعدي خط الجون، والثالث للارجنتين. فرنسا بتقول خلاص الدنيا بتروح، يجي مبابي يشوط يخطف ضربه جزاء من مفيش، حرفيا من مفيش، عشان يخش مبابي يكمل الهاتريك بضربه الجزاء دي. سيناريو اسطوري اسطوري حرفيا. يلعبوا اكسترا تايم يخلص زي ما هو 3-3 على حالنا. الكوره الشهيره كولومواني ومارتينيز، كلنا قلنا الكوره دي خلاص تبدا ضربات الجزاء، مبابي يجيب ميسي يجيب. السيناريو الشهير لمارتينيز لما قعد يرقص بعد ضربات الجزاء، والارجنتين تكون بطله لكاس العالم، وميسي يتوج باللقب اللي ناقصه واحسن نهائي في التاريخ.